اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى ان شاء الله هعمل لكم خلطه خلطه مشويات جميله جدا للفراخ. بصوا بقى، انا عندي بصله هنا مبشوره، وبعدين هحط كمون وفلفل اسود، وهحط توابل فراخ، وكمان هحط روزماري، وكمان هحط بصل بودر وتوم بودر وملح وكمون. وهحط بقى عندي اكياس الصلصه دي، هحط كل ده، وهحط شويه زيت وشويه دبس رمان. على فكره الخلطه دي روعه، جربوها والله العظيم يا جماعه. انا بعملها بتبقى ريحه الشوي قلب الدنيا في الشقه وكمان العماره كلها، وريحتها بتبقى جنان. جربوها وقولولي بقى طلعت حلوه معاكم ولا لا. هخفها بشويه ميه وهقلب زي ما انتم شفتوا. كل المكونات اللي انا قلتها لكم دي احفظوها كويس جدا وحطوها زي ما انا قلت لكم، والله تحفه تحفه تحفه. وقلبوها كويس جدا. وبعدين عندي الفراخ اهي خفتها بالميه، وعندي الفراخ مقطعاها ومنضفاها كويس جدا. هحطها في الخلطه دي وهقلبها كويس قوي، وهحطها على جنب، وهسيبها بقى لحد ما اجي اشويها، علشان الفراخ تشرب التتبيله كويس قوي وتطعم بيها كده وتبقى طعمها حلو. وبرضو لو عملتي التتبيله دي وشويتي على طول، انا ساعات ببقى مستعجله وبعمل التتبيله دي وبشوي على طول، والله العظيم بتتشرب بسرعه جدا وبتبقى جميله قوي وحلوه. بس حاولي تخلي قطع الفراخ صغيره شويه. وهعمل كمان سلطه خضراء معاكم. بصوا بقى، يعني لازم تخلوا السلطه بتاعتكم فيها خضروات، يعني مش كتيره جدا، بس اي خضروات عندك حلوه حطيها في السلطه بتبقى طعمها حلو قوي. انا عندي جرجير، باخد كل حاجتي بحطها وبنضفها كويس جدا وبغسلها، وبعدين ببدا اخرطها كلها. عندي خيار وجرجير وطماطم وفلفل. عندك خضرة محشي مثلا او كزبرة او بقدونس زي ما بتحبي، عندك خس، عندك اي حاجة حطيها على السلطه. وعصري بقى ليمونه كده وشويه كمون وفلفل اسود وشويه ملح، بس كده هتلاقي شويه سلطه بلدي تحفه وجميله قوي بالف هنا للي ياكل. كمان هعمل معاكم بقى شويه مهلبيه قمر الدين، ما عملتهاش من اول رمضان، جوزي قال لي نفسي فيها فقلت لازم اعملها له. عندي ميه سخنه وحطيت فيها قمر الدين، وهسيبها لما يسيح خالص خالص خالص. وبعدين هحط السكر حسب رغبه بقى اللي انتوا عايزينه، يعني حسب ما انتوا بتحبوها. وبعدين هدوب النشا في كوبايه، في نص كوبايه ميه كده بارده او ساقعه، وهقلبها كويس جدا. هدوب فيها النشا وهنزل بقى واحده واحده كده في الحله عندي وهقلب بقى بالمضرب. هتلاقوها اتعملت معاكم بسرعه اهو. زي ما قلت لكم هحط على الكميه دي 4 معالق نشا، وهنزل بيها كده بالراحه كده. خلاص المهلبيه بتاعتي بقت جاهزه في 5 دقايق بالظبط، وما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجه، لان انا دوبت النشا بره كده في ميه ساقعه، وبعدين حطيتها على الكميه اللي عندي. هبدا بقى اغرفها معاكم كده في الاطباق الجميله الحلوه دي، وزينوها باي حاجه انتوا عايزينها. زينوها بزبيب، بسوداني، بعين جمل، باي مكسرات عندك بقى، اي حاجه عندك احطيها. انا هحط جوز هند وهحط زبيب وسوداني وهتبقى زي الفل جميله حلوه بالف هنا. وهحطها في التلاجة بقى. بس حاولوا تخلوا المهلبيه لما تعملوها معلش انا اسفه، حاولوا تخلوا المهلبيه لما تعملوها تكون خفيفه شويه، ما تكونش تقيله. هولع بقى الفحم، علشان كده هناخد الفحم ونروح على البلكونه وهنشوي احلى فراخ النهارده جميله جدا. غيروا، احنا زهقنا من كتر ما بنسلق الفراخ والحاجات دي، لا خلاص قلت اغير بقى. وعندي كمان بلح هنا هحط عليه اللبن وهقلبه وهحطه عندي، هركنه في التلاجة. وطبعا الاكل بتاعي اللي قلت لكم عليه، انا كان عندي اكل من امبارح، عملته وسخنته جنب الفراخ وكده، وعملت كمان شفشق الصوبيا اللي انتوا شفتوه ده. بصوا بقى احلى فراخ على الفحم جميله. بصوا احلى واحد بيشوي جوزي الصراحه. وحطيت شويه جرجير تحتها وسخنت العيش على الفحم، بيبقى جميل مفيهوش اي حاجه، وطعم الفراخ تحفه وبالف هنا.